اوعي تكوني لحد دلوقتي لسه بتعمليها لوحديها، ده في الصينية وهتفرديها وفي الفرن وهتدخليها. قراقيش العيد اللي ما نستغناش عنها. تعالى اقولك ازاي هتعمليها كلها في صينية واحدة زي ما انت شايفة كده، وهتستوي كلها في اقل من 10 دقايق. والموضوع سهل وبسيط والطعم حكاية. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا ونقول المقادير. ربع كوباية من المية الدافية، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين ونص من السكر. وطبعا هنقلب الكلام ده كله مع بعضه وهنركنه على جنب. هجيب معايا نص كيلو من الدقيق واحط عليه رشة ملح بسيطة، ومعلقتين كبار من السمسم المحمص، وكوباية الا ربع من السمنة، وعليها ربع كوباية من الزيت. وطبعا السمنة انا مسيحاها على النار ومخليها دافية كده عشان خاطر ابس العجينة براحتي وما تنشفش مني، لان طبعا انتوا عارفين اللي دلوقتي الدنيا ساقعة. هفضل بقى اقلب السمنة مع الدقيق لحد ما العجينة ديت تتبس معايا كويس جدا. عشان تديكي شوية قراقيش طعمهم حلو كده لازم تحطي معاهم شوية زيت، عشان احنا عايزين القراقيش بتاعتنا مقرمشة كده وطعمها حلو عشان هنسقيها في اللبن. كده خلاص بعد ما بسيتها كويس جدا هنزل بقى بربع كوباية المية اللي عليها معلقة من الخميرة ومعلقتين ونص من السكر. هقلب كله مع بعض وهكون محضرة معايا نص كوباية من الحليب اللي هو اللبن يعني، بس طبعا مدفيه. حطيت نص كوباية اللبن، هي نص كوباية لبن ومعاها 3 معالق، فانت حطي الاول نص كوباية وبعد كده لقيتيها محتاجة زودي ال3 معالق، لقيتيها تمام يبقى ما تزوديش ال3 معالق. تمام كده تمام. طبعا احنا مش هنعجنها كتير، احنا مجرد ما اللبن يختفي خلاص كده العجينة بتاعتنا خلصت معايا. بسم الله ما شاء الله ريحتها حلوة قوي. وطبعا السمنة كل ما تستخدمي سمنة نوعها كويس كل ما تديكي نتيجة احسن. هسيبها بقى ترتاح كده لمدة 10 دقايق وبعد كده بقى هفردها في الصينية على طول. هجيب صينية، طبعا لو الصينية اللي عندك مدورة ممكن تعمليها، لكن هي مستحب تعمليها في صينية مربعة، والصينية اللي انا عملت فيها ديت مش مربعة هي مستطيلة، مقاس 30 في 40 او 35، يعني 35 في 40. فردتها بقى بالشكل دوت، بحطها في صينية مش مدهونة اي حاجة خالص، بحط كيس بلاستيك وبحاول على قد ما اقدر اللي انا افردها كلها سطح مستوي، مفيش حتة عالية ولا حتة واطية. بالكيس البلاستيك كده هتتفرد معاكي بكل سهولة. بعد ما خلصتها بالشكل دوت هقطعها، وهنا هتقطعي بقى على حسب الحجم اللي انت عايزاه، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة زي ما انت عايزة. حاولت على قد ما اقدر اللي انا اعملهم كلهم قد بعض يعني بالويم كده. بس اوعي تنسي تدخليها الفرن من غير ما تقطعيها، لازم تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن، لان لو دخلت الفرن كده من غير ما تتقطع مش هتعرفي تقطعيها بعد ما تطلع. بعد ما قطعتها بالشكل دوت هاخد بقى الحجم اللي انا عايزاه واغطيها بقى بكيس بلاستيك واسيبها تخمر. سبتها حوالي ساعة ونص تخمر على رخامة المطبخ. بعد ما تخمر هوريها لك. بصي ده شكلها كده بعد ما خمر، لان احنا ما خمرناهاش في الاول. هدخلها بقى على فرن سخن على الرف الوسطاني درجة حرارة 180، وهسيبها لحد ما تتحمر زي ما انت شايفة كده. لو الفرن عندك ضعيف شوية ممكن تشغلي الشواية في اخر 3 دقايق، بس هي مش محتاجة شواية ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله مقرمشة وطعمها حلو وسهلة وسريعة، ومن غير ما تقطعي بقى ولا تقرصي ولا اي حاجة خالص. هتفردي وتدخلي الفرن على طول جنب كوباية شاي بلبن بقى اول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين.